كل الظروف القاسية لتنظيم دور الإعلاميين الرمضاني في نسخته الأولى تنظيما محكما ناجحا. إنه لمن دواعي فضله تعالى ورعايته وشواهد توفيقه أن نحتفل اليوم باختتام بطولة دور الإعلاميين القنيطريين هنا على أرض هذا الملعب وبين ربوع هذه المدينة العزيزة. كم تمنينا سيداتي وسادتي نحن الإعلاميين والمشاركين أن يطول هذا العرس الكروي الذي كان فرصة سانحة للعيش في وسط جو رياضي مفعم بروح التعاون والتآخي والتآلف والتنافس الشريف الذي استطعنا من خلاله الكشف عن الطاقات المتدفقة والمواهب الخفية. فالرياضة ليست فقط مجرد منافسة هدفها الفوز أو الخسارة، وإنما رسالة يمكن اختصارها في قولة المفكر الإغريقي أفلاطون: العقل السليم في الجسم السليم. وقد اخترنا كرة القدم على وجه التحديد نظرا لما تتمتع به من حب وشعبية كبيرة في المملكة المغربية الشريفة، خصوصا بعد الإنجاز المنقطع النظير الذي حققه أسود الأطلس في كأس العالم في قطر 2022. كما نغتنمها فرصة ونتقدم بالشكر والتقدير لكافة الإعلاميين الميدانيين المساهمين في تنظيم هذه البطولة، والشكر كذلك لكافة الفرق الرياضية المشاركة والحكام ووسائل الإعلام المختلفة الحاضرة لتغطية هذا العرس الكروي. ولا ننسى زميلاتي وزملائي أن نترحم على فقيد الأسرة الإعلامية المرحوم السيد عمر عراب رحمه الله رحمة واسعة دائمة. كما نتمنى الصحة والعافية وطول العمر لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة وكافة الشعب المغربي العزيز. وأدعو الفريقين لدخول الملعب من أجل الاستماع للنشيد Stop.